فده كلام كبير قوي احنا اتعلمناه لما كبرنا يعني، فشيء رائع جدا وبجد بشكره. النهارده هو بتفرج عليه وهو حاطط خطه وحاطط اهداف وحاطط تايم وعارف النتيجه بتاعته ايه وحاطط ريسك وميزانيه. طب انت ليه قررتي ان مالك يجي يحضر الكورس ده معانا بتاع البروجكت مانجمنت؟ حبيت ان هو من صغره يتعلم حاجات احنا اتعلمناها لما كبرنا، يعني ايه مشروع، يعني ايه خطه، يعني ايه هدف، ازاي يحقق حلمه وازاي يحط خطه ويشتغل عليها عشان يوصل لنتيجه. هل الحاجات اللي انت كنت عايزاه يتعلمها لاحظتي ان هو اتعلم منها حاجه خلال الكورس او وصل لحاجه منها؟ بصراحه من اول يوم، يعني من اول يوم اول باول بساله خدنا ايه النهارده واستفدنا ايه وكده، حاسه بنتيجه اكتر من المتوقع بكتير بصراحه. يعني النهارده هو بتفرج عليه وهو حاطط خطه وحاطط اهداف وحاطط تايم وعارف النتيجه بتاعته ايه وحاطط ريسك وميزانيه. فده كلام كبير قوي احنا اتعلمناه لما كبرنا يعني، فشيء رائع جدا وبجد بشكرك وبشكر دكتور خالد. عشان الاباء النهارده انا شخصيا استفدت منه كتير قوي. ايه، هل لاحظتي اي حاجه اتغيرت في تصرفات مالك او طريقه التواصل بتاعته خلال ال5 ايام، او ايه اكتر حاجه لاحظتيها فيه خلال ال5 ايام كانت مختلفه عن العادي؟ وهو رجع بيشرح لي اللي خده، حسيت ان هو بيتكلم بنظام، يعني كلامه مرتب، طريقه كلامه طريقه شرحه فيها ترتيب، وده شيء ما كانش موجود عنده قبل كده. سعيده جدا بيه. هل لاحظتي حاجه مختلفه في الكورس ده عن اي كورس هو حضره قبل كده؟ صراحه احنا ما حضرناش كورسات مشابهه قبل كده، بس اجمالا انا حاسه ان الكورس عملي جدا، مش مجرد كلام نظري ورحنا من الكورس وجينا من الكورس، لا الكورس عملي وفي نتيجه في الاخر، يعني في نتيجه احنا روحنا في نتيجه حصلنا عليها، فده شيء ممتاز جدا يعني. حابه تقول لنا اي حاجه ثانيه؟ لا، حابه اشكركم جدا واشكر دكتور خالد وكل الكاست الموجود. شكرا جدا. ميرسي قوي يا شيماء.